واحد ملياردير، رجل ملياردير معه أموال المحاسبين اللي عنده، أجهزة الكمبيوتر اللي عنده ما يقدروش يحسبوا معاه كام. الراجل ده يا جماعة معه جميع الأسباب ولكنه حرم من شيء. إيه هو الشيء اللي حرم منه؟ الإنجاب. الراجل ده وصلت سنه إلى 60 سنة ولم ينجب، نفسه في ولد. هو بيحكي، اسمع وافتح لي قلبك، بيحكي بيقول كان عندي اجتماع ذات يوم مع مجموعة كبيرة من رجال الأعمال. هم اجتمعوا عنده في المكتب، وأتقل واحد قاعد في القعدة دي الراجل اللي أنا بحكي لكم عنه ده، يجلس على رأس الطاولة، على رأس الترابيزة زي ما بيقولوا، هو الكبير، كلهم قاعدين حواليه وبيعملوا صفقة بمليارات. ربنا قدر إن في واحد من رجال الأعمال اللي كانوا موجودين على الترابيزة ابنه الصغير كان معاه. ربنا قدر ذلك. ابنه بقى ايه، كان في مشوار او راح يجيبه من مدرسة ولا راح يجيبه من حتة، امه مش المهم ايه، جابوا معاه الاجتماع. وده شيء يعني ما ينفعش انت جايب ابنك الصغير معانا في اجتماع بنعمل صفقة بمليارات. ربنا قدر ذلك. بيتكلموا في الصفقة، والطفل ده الصغير ما هوش قاعد بقى على كرسي، لا، عمال كده زي ما بيقولوا يعني، عمال بيتنطط حواليهم كده، ويطلع على الكرسي ويطلع على الترابيزة وينزل تحت. الراجل اللي محروم من الإنجاب ده مش مركز خالص في الفلوس. امال مركز مع مين؟ مع الولد. خلي بالك، صعبة جدا لما يكون واحد محروم وشوف طفل جميل كده عمال ايه يجري قدامه، مش مركز خالص في الفلوس. المهم مركز مع الايه؟ مع الطفل، مع الولد. مين بقى اللي مركز مع الراجل اللي هو محروم من الإنجاب ده؟ أبو الطفل. فأبو الطفل لما لقى الراجل ده مركز مع ابنه نظر إليه وقال له إيه؟ قال له كلمة، هذه الكلمة نزلت على هذا الرجل الثري كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. قال له جملة جعلت هذا الرجل الثري يترك الاجتماع وتركهم في مكتبه ونزل هائما على وجهه يمشي في الطرقات. تعرف قال له إيه؟ قال له تقدر تجيب ولد زي ده مش على رجليك كده في الشوارع، وكلمات هذا الرجل ترن في أذنه، تقدر تجيب ولد زي ده. ظل ماشيا حتى وصل أمام أرض زراعية، بيبص في الساعة تلاقي الساعة 12 بالليل. 12 بالليل بيقول بيقول أنا معرفش أنا مشيت كل ده إزاي. أبص في الساعة الاقيها 12 بالليل. الراجل ده يا جماعة إذا رجع إلى زوجته وحدث بينهما كما يحدث بين الأزواج من لقاء، زوجته دي ممكن تنجب بعد قد إيه؟